يعني احنا بدأنا المشروع مع بعض والمغرب سبقتنا. ده احنا ما المغرب مش سبقتنا، المغرب يعني تفوقت علينا بمراحل. مشاريع عملاقة بتحصل في المغرب. الإعلام المصري يا جماعة بيصاب بالصدمة لما يعرف إن إحنا بادئين مع بعض المشروع، إحنا والمغرب مع بعض، يعني من 45 سنة، من 80 سنة وإحنا بادئين مع بعض. إحنا ما عندناش الإمكانيات والقوة والقدرة إن إحنا نقدر نتخطى المراحل ديت، لكن المغرب كان عندها إصرار وعندها عزيمة وعندها طبعا النية ان هي تتفوق على كل الدول العربية، وتكون هي من الدول العربية الوحيدة المصدرة للعالم كله. فتعالوا بنا يا جماعة اخدكم في جولة النهاردة ازاي المغرب قدرت تتفوق على الكل، وازاي اصبحت المغرب رائدة في الصناعة العالمية، وازاي بقى لها اسم كبير في الدول وفي اوروبا. بس هسيب الحكم ليكم، ويا ريت يا جماعه ما تبخلوش علينا باللايك واشتراك في القناه، ويلا بينا نشاهد الفيديو. السلام عليكم. في إطار استعدادات المملكة المغربية لاحتضان منافسات كأس العالم 2030 من خلال الملف المشترك مع كل من إسبانيا والبرتغال، سيتم تنفيذ جملة من المشاريع تهم تطوير البنيات التحتية الرياضية واللوجستيكية والسياحية من خلال أوراش عملاقة ستغير وجه المغرب في أفق سنة 2030. وبدأت فعليا أشغال بعض من هذه الأوراش، فيما ستنطلق أشغال الأوراش الأخرى خلال الأشهر القادمة. في هذا الفيديو سنتعرف على هذه المشاريع بكل تفاصيلها، لكن قبل ذلك المرجو الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. توسيع المطارات لاستقبال المشجعين. تستعد المملكة المغربية لتوسيع مرافق مطاراتها بتكلفة تتجاوز 5 مليارات درهم، وذلك استعدادا لاستقبال 37 مليون مسافر خلال سنة 2030 في إطار الملف المشترك لتنظيم كأس العالم مع كل من إسبانيا والبرتغال. وحسب المعلومات المتوفرة سيتم تخصيص ميزانية قدرها 1,898 مليون درهم لبناء محطة جوية جديدة بمطار الرباط سلا، و350 مليون درهم لتطوير منطقة T1 و T2 كمنطقة جديدة للوصول بمطار محمد الخامس، بالإضافة إلى تطوير مطار تطوان بتكلفة 61 مليون درهم، وتحسين البنية التحتية لمطار الحسيمة بتكلفة 261 مليون درهم. وفي السياق ذاته تم تخصيص ميزانية قدرها 1,464 مليون درهم لبناء محطة جوية جديدة بمطار طنجة، و1,688 مليون درهم لتوسيع المحطة الجوية رقم 1 بمطار مراكش، وتحسين المحطة الجوية لمطار أكادير بتكلفة 1,392 مليون درهم، بالإضافة إلى تخصيص 212 مليون درهم لتطوير البنية التحتية المطارية لمطار الداخلة، و278 مليون درهم لمخطط مديرية الشحن الجوي، و4 مليارات و500 مليون درهم لبناء محطة جوية جديدة بمطار محمد الخامس الدولي. تطوير ملعب الرباط. بدأت بشكل فعلي الأشغال بملعب المجمع الرياضي بالرباط بعدما تم إغلاقه في وجه المباريات الوطنية والدولية ليكون جاهزا نهاية 2024 في حلة جديدة بسعة إضافية بمظهر عالمي ومغطى بالكامل. وشرعت الشركات الموكول إليها توسعة الملعب، شرعت في الأشغال بإزالة الحلبة الخاصة بألعاب القوى، فضلا عن إضافة مدرج إضافي للمشجعين سيزيد من سعته الاستيعابية لتتجاوز 50,000 مشجع. كما سيشهد ذات الملعب تغييرات جذرية على مستوى المرافق بأجنحة راقية للضيوف وإعادة تهيئة المنصة الشرفية، فضلا عن مرافق صحية حديثة ومتعددة داخل الملعب وبمحيطه، وولوجيات خاصة ونظام ولوج متطور، فضلا عن تغطية الملعب بالكامل باستثناء رقعة المستطيل الأخضر. تطوير ملعب طنجة. سيغلق ملعب ابن بطوطة
بمدينة طنجة لمدة سنة كاملة لإخضاعه لأشغال هيكلية سترفع من طاقته الاستيعابية الإجمالية. هذا وبدأت خلال شهر يوليوز الماضي أشغال حفر أرضية الملعب بعمق 5 أمتار لزيادة طابق جديد، ما سيرفع سعة الملعب ل90,000 مقعد مرقم. الأشغال ستجعل المدرجات قريبة من أرضية الملعب ليستجيب لمتطلبات الفيفا لاحتضان كأس العالم 2030، كما سيتم تغطيته بالكامل. وأصبحت شركة سونارجيس مكلفة بتدبير وتسيير الملعب الذي سيكون مرشحا لاحتضان عدة تظاهرات قارية ودولية، بينها كأس إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030. مشروع سياحي ضخم بين الرباط والدار البيضاء. أطلقت وزارة السياحة دعوة لإبداء الاهتمام لتنفيذ مشروع سياحي استثماري على الساحل الأطلسي بين العاصمة الرباط والدار البيضاء على مساحة تناهز 47 هكتار تابعة لأملاك الدولة. وتم اختيار مكان المشروع السياحي على الطريق الوطني شرق مشروع بايا بيتش، في حين لم يتم الكشف بعد عن الميزانية المخصصة لهذا المشروع الذي يأتي ضمن خطة الاستثمار السياحي التي تبلغ اعتماداتها 6 مليارات درهم. تم اعتمادها في مارس الماضي ضمن رزنامة المشاريع المونديالية لتطوير البنية التحتية الترفيهية والرياضية واللوجستيكية استعدادا لاحتضان المونديال. وقال مصدر مطلع من وزارة السياحة إن المشروع الجديد الذي سينجز بمدينة بن سليمان سيساهم في تطوير سلسلة سياحية باسم سيتي بريغ، حيث سيتضمن مناطق ترفيهية خاصة بالصغار والكبار ومناطق للعروض والمهرجانات وفنادق ومطاعم بهدف جذب السياح من الداخل والخارج. وأوضح ذات المصدر أن قطاع السياحة في المغرب يساهم بنحو 7% من الناتج المحلي الإجمالي، ويلعب دورا كبيرا في اقتصاد المملكة، حيث يتوقع أن ترتفع إيراداته من 91 مليار درهم العام الماضي إلى 120 مليار درهم عام 2026. وطرحت الحكومة هذا المشروع أمام المستثمرين المحليين والعالميين، حيث يمكن التقدم لإنجاز المشروع السياحي الجديد في إطار فردي أو من خلال شركة يتم تأسيسها لهذا الغرض، على أن يلتزم المستثمر الفائز بامتلاك 51% على الأقل من أسهم وحقوق التصويت فيها. ويطمح المغرب لتطوير قطاع السياحة من خلال تشجيع الاستثمار الخاص في مختلف المدن لرفع عدد السياح من 11 مليون عام 2022 إلى 17 مليون عام 2026 و37 مليون عام 2030، تزامنا مع احتضان كأس العالم بالتشارك مع إسبانيا والبرتغال. مشروع القطار السريع بين الدار البيضاء وأكادير. بعد نجاح تجربة القطار السريع الرابط بين طنجة والدار البيضاء الذي تم افتتاحه نهاية سنة 2018، المغرب يسعى إلى توسيع شبكة القطارات فائقة السرعة، ويهدف في وقت أول إلى إنشاء خط يربط بين الدار البيضاء وأكادير ويمر عبر مراكش ضمن مخطط السكك الوطني الذي يروم ربط مراكش وأكادير ومكناس وفاس بالقطار السريع، وربط حوالي 20 مدينة جديدة بالقطار الكلاسيكي في أفق سنة 2040. هذه بعض من المشاريع الأولى التي أعلن عنها المغرب في إطار تطوير البنيات التحتية في المملكة استعدادا لتنظيم كأس العالم 2030، حيث سيتم الإعلان في وقت لاحق عن خطة شاملة لتطوير بقية الملاعب التي ستحتضن كأس العالم، ومشاريع تهم البنيات التحتية الأساسية والسياحية، حيث سيكون التأثير الاقتصادي والسياحي للبلد المنظم أكبر بكثير خلال الدورات القادمة
والتي ستعرف مشاركة 48 منتخبا. فهل سينجح المغرب في إبهار العالم؟ وهل سيحقق تنظيم كأس العالم قفزة تنموية للمغرب على غرار البلدان التي نظمت البطولة سابقا؟ كده حضرات وصلنا لنهايه الفيديو اللي معايا النهارده، واتمنى ان الفيديو يكون نال اعجاب حضراتكم، ويا ريت يا جماعه ما تبخلوش علينا باللايك واشتراك في القناه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.